السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا نوعين من البشر. نوع من البشر يسمى الخروف، يسمى الثور، واحترامي الشديد للشرفاء الأبطال، أنا لا أخص الجميع، بعض الناس. من هم هذا الناس؟ الذي يسمع المرأة، هذا نسموه مرة المرأة، احنا نسموه الخروف، نسموه البعاع. يعني مجرد ما يكون رجال ومحترم عند الناس وعند الكبير والصغير، مجرد ما يزوج وسيطر على مرته انتهي امره. طاعة ابوه وامه راحت، امه طردها او مشي من عندها. اقسم بالله انه بعض الناس ان امهاتهم بحالة لا يرثى، وهو يسمع زوجته بالصغيرة والكبيرة. عكسوا الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا الرجال قوامين على النساء. هم عكسوا الآية وبقينا النساء قوامات على الرجال. لذلك هذا احترام الشديد للشرفاء، إن هذا النوع ثور، بقرة، لأن تحكمه مرة. عيب يا أخ العرب، عيب عندما تطرد أمك من البيت، عندما تطرد أبوك لتطيب خاطر مرتك. أنت قال الله: طع أبوك وأمك، الجنة تحت أقدام الأمهات. أنت ملزم بطاعتك لأمك وأبيك، أنت ومرتك وأولادك. لكن زوجتك لها الطاعة أن تطيعك أنت وأبوك وأمك. عيب، الله المستعان. رجال مسبعين مربعين شنبه يسحب دركتل وتحكم به امرأة. هذه المرأة جاء لخدمتك لإسعادك أنت وأبوك وأمك. إذا كانت المرأة لا يقبل أي عملا لربها إلا بطاعتها لزوجها، وأنت تعكس الموازين أيها الخروف، أيها البعاع. وتحياتي لجميع الشرفاء: طوعوا آباءكم وأمهاتكم، نصيحة لكم من صادق العود بلاش والله.